حكايتنا بتبدأ بسؤال بيشغل بال كل أب وأم: ليه أطفال اليابان هم الأذكى؟ السر مش في السحر، دي 4 عادات صادمة لو بدأناها من النهاردة هتغير دماغ أطفالنا تماماً. تخيل طفل عنده سنة وقع وبدأ يعيط وبص لمامته عشان تجري تشيله، لكنها فضلت مكانها وما تحركتش. إحنا بنشوف ده جفاء، بس هي بتشوفه أعظم هدية لنمو دماغه عشان يتعلم يواجه المواقف بنفسه. الحكاية مش حكاية جينات ولا مدارس غالية، السر بيبدأ بدري قوي في تفاصيل يومية بسيطة، في السرير وفي المطبخ وفي الحمام. أول عادة هي السكينشيب أو التلامس الجسدي. الأم هناك بتنام جنب طفلها وبتشيله في كل حتة بدل ما تحطه في عربية الأطفال أول 2 سنين. إحنا بنخاف يطلع دلوع، بس اليابان أثبتت العكس. العلم كشف إن القرب ده بيغير جينات الطفل المرتبطة بالتوتر. الأطفال دول بيكبروا وعندهم قدرة رهيبة إنهم يتحكموا في مشاعرهم، وده بيخلي أداء عقلهم أقوى بكتير. العادة التانية هي أكل بجد من أول يوم. بدل ما يبدأوا بسريلاك أو تفاح مهروس مسكر، بيبدأوا بشوربة ميسو وسمك وأعشاب بحرية. أكل طعمه حقيقي ومعقد بيعود لسانهم وعقلهم على الاختلاف. دماغ الطفل 60% منه دهون، وعشان يتبني صح اليابانيين بيركزوا على الأوميجا 3 والDHA اللي في السمك، وده بيزود ذكائهم اللغوي والاجتماعي بشكل مذهل. العادة الثالثة هي إنهم بيكلموا الطفل كأنه إنسان كبير، بلاش نبرة الأوغو وإنجغ إنجغ يا سغنون وتف على عمه. الأم هناك بتستخدم التحدث الوصفي وتشرح كل حاجة بتعملها بجمل كاملة. الحكاية بتقول إن عدد الكلمات اللي الطفل بيسمعها قبل سن 3 سنين هو اللي بيحدد نجاحه الدراسي مستقبلاً. الفرق بين طفل والتاني ممكن يوصل ل30 مليون كلمة سمعها من أهله. العادة الرابعة والأصعب هي المسؤولية المبكرة. هناك الطفل من أول ما بيمشي بيطلبوا منه يشيل حاجته ويرتب جزمته ويصب المية لنفسه. السر مش في الفلوس، السر في إعطاء مسؤوليات من سن 3 سنين. اللحظة اللي بتشوف فيها طفلك بيعافر وانت ماسك نفسك وما بتساعدوش، هي دي بالظبط اللحظة اللي دماغه بيتبني فيها فعلا. لو قارنا هنلاقي الفرق واضح. في اليابان تلامس، أكل حقيقي، كلام وصف، مسؤولية. وعندنا عربية أطفال، سيريلاك، كلام مبسط، سيبوا أنا هعملها. الحكاية كلها بتتلخص في الثقة. أذكى أطفال في العالم مش روبوتات، دول أطفال تم احتضانهم بحب وتغذيتهم بأكل حقيقي واحترامهم كأشخاص ليهم كرامة الاعتماد على نفسهم. الحكاية علمتنا إن القرب قوة، وتغذية العقل أهم من مجرد السعرات، ولغة الكبار بتبني ذكاء الطفل، وشجاعة التراجع بتعلمهم الاعتماد على النفس. في نهاية الحكاية تقدر تبدأ بواحدة من العادات دي من الليلة. رحلة بناء عقول ولادنا محتاجة علم ووعي وتطبيق، ومتابعة صفحة نور ساينس AI هتخليك دايما عارف أحدث الأسرار. مع السلامة يا صغنن.